السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بلال الخنوس يسجل في ريمونتادا غير عادية. لم يكن يتوقع أن يخسر مؤقتا فريق كينكا في 6 دقائق من الشوط الأول ب3 أهداف سجلت جميعا في الدقائق 31 و 36 و 37 من هاتريك اللاعب كويتا لفريق سانت ترودن برسم الدورة الثامنة من البطولة. لكن انتفاضة كينكا تنطلق فقط من الهدف الأول في الدقيقة 58 للدولي بلال الخنوس الذي كان أداؤه كبيرا في المباراة، ومن أشار على بداية المنتدى تدريجيا حتى التعادل المثير، وأعطى الإشارة لشد الهمم قبل أن يعود زميله النيجيري البديل أوروكودار ليوقع الهدف الثاني في الدقيقة 71 أمام استغراب الفريق الضيف، ثم أعاد الغاني الروح للفريق بهدف التعادل الثالث في الدقيقة 86. ومن روح المعاناة في لقاء انتشى الأنصار لردة فعل فريقهم من الخسارة البعيدة إلى تعادل مثير، ونال الخنوس تقدير الأنصار ومدرب الفريق لكونه قدم مباراة رائعة فيما يعتبر هدفه الأول في الموسم.